هعمل معاكم النهارده بقى الممبار البوبس، بجد شكله يجنن ويشرفك في اي عزومه. اول حاجه بقى بجيبها الممبار، بجيبها من عند الجزار، بيبقى طبعا متنضف. بحط بقى عليه ملح كده وبقلبه وبحطه على جنب كده لغايه ما اعمل التخديع. معايا بقى شبت وكزبره وبقدونس، طبعا بنضفهم الاول قبل ما بغسلهم. اي شوائب فيهم بقى بشيلها كده، واي ورقه لونها اصفر بشيلها لانها مبيبقاش ليها فايده، بشيلها خالص بقى كده. وبعد كده بروح مقطعه العيدان بس التخينه اللي من على الوش فوق دي، وبعد كده ببتدي بقى ان انا اقطع الخضره بقى كلها مع بعض كده بالعيدان الرفيعه دي. عايزه اقول لكم ان العيدان الرفيعه دي ريحتها نفاذه جدا، وبجد هي اللي بتدي ريحه وطعم للمحشي اكتر من الورق نفسه. نزلتهم بقى كده في المصفى وغسلتهم وسبتهم يتصفوا. ومعايا بقى 1.5 كيلو من البصل او 5 بصلات كبار كده، بشرتهم في المبشره. طبعا انا عندي مشكله بس في الكبه فبشرتهم وتصرفت. طبعا الكبه هتسهل عليكم كتير. ومعايا كمان 2.5 كيلو من الطماطم، انا جايبها حمراء قوي كده عشان تديني لون حلو. وطبعا لو عايزين تخلوا الطماطم تبقى الصوص بتاعها كده احمر قوي، ممكن نضيف نص قرن كده من الفلفل الالوان الاحمر، برضو بيعزز اللون جدا. وممكن كمان نحط بابريكا، انا برضو هعمل كده وهحط برضو في التخديعه بابريكا. ومعايا بقى فلفل حامي، انا الاكله دي لازم يكون فيها كده يعني تبقى حاميه كده وتبقى سبايسي شويه، فحطيت 5 قرون من الفلفل الاحمر والاخضر. نزلت بقى بالبصل والطماطم، وهنزل بقى بالفلفل. انا عايزه اقول لكم هنا ان المقدار معايا 3 كيلو من الممبار، عليهم 1.5 كيلو من البصل و2.5 كيلو من الطماطم، ومعايا 5 قرون من الفلفل. ونزلت بقى فلفل اسود وملح ومعلقتين كبار من البابريكا. ممكن برضو نحط صلصه لو عندنا معجون الصلصه، بس البابريكا بتدي لون افضل. وبعد كده برفعها على النار بقى، اول ما بتغلي كده بوطي عليها وبسيبها لغايه ما تتسبك وكل السوائل اللي فيها تتبخر. بعد كده جبت بقى الممبار وهبتدي ان انا انضفه بظهر السكينه. هو طبعا متنضف من عند الجزار، بس طبعا لازم تنضفوه كويس جدا في البيت عشان ما يبقاش فيه ريحه اي زفاره. بظهر السكينه كده، وبشيل من عليه اي مزلقه او اي حاجه. وطبعا بقى الجزء اللي فيه الدهن بيبقى من جوه، ودي اللي من بره ده الجزء اللي بيبقى ناعم خالص. شايفين الدهن اهو بيبقى من جوه، ده بقى لما بحشي مع الرز ويسيح كده بيدي طعم خطير. نضفت بقى كل الكميه بتاعتي كده، هروح بقى غسلها كويس قوي قوي كده. وبعد كده بسيبه بقى يتصفى خالص. ولازم بقى اقطعه قبل ما بيتحشي، طبعا لازم اقطعه الاول واظبطه، وبعد كده بحشي على طول. هنا بقى عشان انا هعمله ممبار بوبس، فهقطع كل قطعه كده قد مثلا 50 سنتي كده، علشان اعرف احشيه واوصل للرز لغايه اخر حته. جهزت الممبار بقى كده، هركنه على جنب، وهبتدي ان انا بقى احضر في التخديعه بتاعتي. التسبيكه خلاص اتسبكت وكل الميه اللي فيه اتبخرت وبقت معايا تمام. هنزل بقى بالرز. نزلت ب1.5 كيلو من الرز ونص كوبايه من الزيت، وهقلب كويس جدا مع بعض كده عشان اخلي الرز يبقى مفلفل معايا وما يبقاش مكتوم. شايفين بقى لون الصلصه خطير بجد. هيكون معايا بقى الخضره، طبعا لو عندكم القدره ان انتوا تنشفوها يبقى احسن. انا عايزه التخديعه هنا معايا ما تكونش ميه كده، انا عايزاها تبقى محتفظه بشكلها وما يبقاش فيها ميه كتير، عشان التخديعه والتسبيكه تمسك في الرز ويبقى ليها شكل ولون حلوين بعد التسويه. قلبت بقى الخضره كده جوه الرز، وهبتدي ان انا بقى اشتغل على طول بيها. عايزه اقول لكم ريحتها تجنن ولونها حلو قوي، ودي طبعا تنفع لاي محشي انتوا حابينه. هبتدي بقى ان انا اجيب صينيه كده واسعه، واحط بقى فيها كل واحده من الممبار كده ومعلقه من الرز. بلاش نحط كتير علشان ما نبهدلهوش، ناخد حبه حبه كده. ودي اسهل طريقه بقى لحشو الممبار، ولا بقى قمع ولا اي حاجه، دي اسهل طريقه وبتنجز معاكي جدا. وافضل بقى ابطط فيه كده، واخلي الرز ينزل كده من فوق لتحت. اهم حاجه ان الرز ما يبقاش مكتوم جوه الممبار، لان الممبار بيكش جامد جدا، فلازم ان انا اخليه كده مرتاح وما يبقاش فيه الرز كتير. شايفين انا مبططه ازاي؟ بعد ما خلصت الكميه بقى كلها كده، قبل ما بربطه لازم اقسمه الاول، عشان لو في الممبار في رز زياده بنزله قبل ما بربط. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ودي اسهل طريقه لان احنا نربط بيها الممبار. شايفين جهزته كله بقى، بيبقى عامل زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده.
وبجيب بقى الخيط العادي اللي احنا بنستخدمه عادي في البيت. طبعا لو هي خفيفة جدا بنخليها مجوز زي ما انا ما عملتها كده، لو هي تخينة شوية بتبقى خلاص تمام، بنربطه ربطتين وبنقصه بالمقص، ويبقى كده خلاص احنا كده قسمنا الممبار. شايفين بالشكل ده كده جهزت كل الكمية بتاعتي. هكون جايبة بقى حلة فيها مية، وهنزل بقى بطماطم وبصل وفلفل ورق لورا وثوم وحبهان. واول ما المية ما بتغلي كويس جدا جدا، اهم حاجة تغلي، اروح منزلة بقى الممبار. شايفين اول ما بينزل في المية بيغير شكله على طول. بسيبه بقى كده على النار ساعة الا ربع، بس من بداية الغليان اول ما بيغلي كده معايا ابتدي ان انا بقى احسب اول ربع ساعة على درجة حرارة عالية جدا ويغلي كويس قوي قوي، وبعد كده بعد ربع ساعة بوطي عليه خالص لمدة نص ساعة، وبعد كده بخرجه بقى بالشكل ده كده في صينية واسعة. لازم اسيبه يتشمع الاول ويبرد تماما قبل ما اشتغل فيه خالص. خطوة مهمة جدا ان احنا نسيبه يتشمع، لان احنا لو اشتغلنا بيه من غير ما نسيبه يتشمع ويبرد بيفضل بقى يفرقع ويبهدل لنا الدنيا ويعمل حوادث كتير جدا. فدي احسن حاجة احنا بنسيبه يتشمع زي ما انتم ما شايفين كده، وبعد كده بنفصله بالمقص ونشيل اي فتل فيه، ويبقى كده خلاص جاهز معايا. ممكن نشتغل بيه او ممكن كمان نفرزه في الفريزر وبنخرجه على الزيت على طول. بجد خطير، جربوه قولوا لي ايه رأيكم، وبألف هنا.